السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا الشعر ده بقى كده يا بنات. الشعر ده خفيف جدا زي ما انتم شايفين وضعيف. الشعر ده مغسول طبعا، غاسلينه بشامبو كلارافينج ومنضفينه جدا. حطيت لها بوتكس وفيلر. آه، وهشتغل لها. وحطيت برضو ترميم كولاجين. ترميم الكولاجين يا بنات ما بيفصلش المادة ولا اي حاجة، لانه هي مادة مخصصة، بتتخفف بيها البروتين وبتحط على المادة، على المواد كمادة علاجية. يعني هو علاج اصلا للشعر التالف المهلوك وكده. فما بيفصلش الشعر، عشان البنات اللي بتكتب لي في الكومنتات ده هو بيفصل الشعر وكده، لا ما بيفصلش الشعر خالص يا بنات. وكويس جدا وبيدي نتيجة جميلة جدا جدا مع الشعر، وبيخلي فيه طريان كده ولمعة للشعر، يعني جميلة جدا. طبعا احنا هنوزع المادة زي ما انتم متعودين معايا. بنوزع المادة، بنشبع الشعراية جدا، بنعمل مساج للشعراية، بنخلي مسام الشعر كلها تتملي معانا من المادة اللي احنا هنحطها. وبنسحب بالمشط المادة الزيادة زي ما انتم متعودين برضو، عشان الشعراية ما يكونش المادة زيادة عليها. يعني من ناحية ان احنا شبعنا الشعراية، ومن الناحية التانية سحبنا المادة الزيادة كلها عن الشعراية. بناخد خصلات كده يا بنات زي ما انتم شايفين، وبنبتدي نوزع المادة. البنات اللي بتكلمني بقى تقول لي لو حصل مثلا تكسير مكان التوكة، او العميلة مثلا اتصلت بيا واشتكت ان في كسر في بعض الاماكن وكده، طبعا انت بتريحي الشعر ده اسبوع بالظبط، وبتجيب العميلة تغسلي لها بشامبو العناية، مش شامبو كلارافينج، عشان ما تفتحيش مسام الشعر كله. اغسلي لها بشامبو العناية، وشامبو العناية كفيل ان هو ينضف الشعرية برضه ويفتح معاكي المسام، عشان في الحالة دي برضه ما تبوظيش الشعر كله. يعني المكان بس اللي هو فيه كسر، او مثلا ما اتفردش معاكي كويس، او فيها هيشان، هو ده اللي بيبان معاكي، عشان ما تفتحيش، ما تعيديش على الشعر كله تاني. طبعا هنا يا بنات انا كنت خلاص خلصت توزيع الماده. بصوا الماده يعني هدت الشعريه خالص. وفي لمعه كمان في الماده، والشعريه بتلمع وكده. انا ما بقولش اسامي يا بنات، لان في الناس بتتفرج عليا من جميع الدول، يعني ممكن انا اقول اسم ماده فتروح لك انت تكوني بتتفرجي فما عندهاش الماده دي. فانا بتكلم على العموم. انت توزيع المادة، انا كل يوم يعني كل فيديو بنزله بشرح فيه الطريقة دي بقى. بتيجي على حاجات كتير، يعني انت مش لازم المادة اللي النوسة تشتغل بيها انت تشتغلي بيها. يعني انتوا عارفين ان المواد بتختلف، في مواد كتير جدا. طبعا انا كنت سبت العميلة ساعة وشطفت لها شعرها. الشعر ده شطفته شطف كامل برضو يا بنات، يعني خليت المية تنزل منه. مية فيها معكرة بالمادة كده، فيها تعكيرة كده بالمادة. وابتديت اخد خصل صغيرة واكو زي ما انتم شايفين يا بنات. المكوة اللي في ايدي انا موطيه درجة الحرارة درجتين، انا شغالة في الشعر ده على درجة حرارة 200. بصوا، انت من تاني كبسة الشعرية بتفتح. ليه؟ الشعرية دي ضعيفة، الشعرية دي ضعيفة خالص، يعني من اضعف انواع الشعر اللي انت ممكن تشتغلي فيها. فالشعرية الضعيفة دي ما تعلوش معاها درجة الحرارة. اول خصلة دي شمعوا، خدوا الخصلة بسرعة، بحيث ان انت تشمعي الشعرية الاول، مش اول ما تصدمي الشعرية تصدميها بدرجة حرارة عالية، عشان تطلع معاكي كويسة، مش ناشفة، مش محجرة في ايدك، الكلام ده كله. انا هنا بصوا، انا مش عايزه اثبت المكوه ثانيه عشان الشعرايه معايا ما تتحرقش، لان وارد جدا ان الشعرايه تتحرق لو درجه الحراره عاليه وانت صدمتيها. بص انا كده سبت الخصله اهو. بالنسبه للبنات بقى اللي تسالني لو عايزه اعمل مواد للاطفال وكده، مفيش حاجه اسمها مواد للاطفال معينه يا حبيبتي. هو الفكره ان انت بتشتغلي مع شعر الاطفال بحرص شويه، عشان الاطفال لسه جايلهم كتير والشعر بتاعهم ضعيف برضو لسه، يعني ما يعني ايه، الشعرية لسه تعتبر بيور قوي، لان هم لسه ما استخدموش زيت كتير، ولا لعبوا في شعرهم ولا الكلام ده كله. وجاي لهم كتير برضو، يعني انت لما يجيلك طفل 10 سنين، لسه سنين كتير جدا قدامها، هتعمل مرة واتنين وتلاتة واربعة. فبالتالي انت بتاخدي مساحة كده بتشتغلها من المواد اللي عندك، ممكن تخففي مثلا بترميم معين من اللي عندك، حاجة بسيطة. مثلا امبول كولاجين، ترميم كولاجين، امبول فيلر اللي هو بتفكيه بمية، ده مية مقطرة من الصيدلية، وبتشتغلي عادي من المادة اللي عندك، اذا كانت بوتكس او فيلر او اي حاجة، بس بتخففي درجة الحرارة. وما بتضغطيش قوي على شعرية الاطفال، لان الاطفال عامة بيبقى شعرهم لسه يعني مش معبي زيوت قوي، ولا هو آه، محمي.
لسه طفله ما راحتش ولا جت، ما استخدمتش حاجات كتيره، الكلام ده كله. وطبعا شعرهم على طول متعرض للهواء والشمس، غير ان احنا مثلا الناس اللي بتلبس طرح وكده. فطريقه الكبس وطريقه والماده انت بتخفيها، وان انت تكبسي درجه حراره وغطيه، ما تكبسيش كتير على شعرات الاطفال، ده بيطلعهم معاكي شعر كويس. حتى لو الشعر ده مش هيديكي فرد بنسبه 100%، مش شرط خالص انه يطلع بنسبه 100% معاكي. المهم ان الشعرات تتفرد، الشعرات تبقى طريه، ما تبقاش هايشه، الطفله تفرح بيه وخلاص. بس هي دي الفكره. البنات بقى اللي بتيجي بقى تيجي تقول لك انا بعد ما خلصت الجلسه يا نوسه انا بغسل شعر العميله، لقيت شعر العميله فيه بعض الخصل مكسره. لو في بعض الخصل مكسره يبقى عيب كوي، يبقى انت ما كبستيش خصل معينه كويس، فبالتالي طلعت مكسره معاكي. لو من مكان معين بقى الشعر كله من مكان معين، اللي هو المكان اللي في النص، اللي بيبقى مكان التوكة ومكان الرابطة، ده بيبقى معبي زيوت كتير جدا، والشعر ما نضيفش بما فيه الكفاية قبل ما تعملي الجلسة. فانت اهم حاجة معاكي في جلسة البروتين او الترميم او الكولاجين او البوتكس قبل الشغل، لازم تكوني منضفة الشعر كويس جدا جدا جدا. ما تثقيش في كلام العميلة خالص، يعني مش دايما العميلة بتبقى صادقة في كلامها. امسكي الشعرايه، علي حراره الاستشوار، اضربي الاستشوار كده في الشعرايه، الشعرايه بتدخن، حتى لو دخنه بسيطه يبقى الشعرايه دي مش نظيفه معاكي. في شعر بيبقى الحراشف بتاعته مقفوله، مش شرط ان هي مثلا مستخدمه زيوت او كده، لا، في شعرايه اصلا بتبقى الحراشف بتاعته مقفوله. في الحاله دي انت طبعا اكيد هي عملت قبل كده وعرفت ان الشعرايه دي مثلا ما اتفردتش معايا، او عملت مره في مكان وما اتفردتش. فانت تساليها الاول عملت قبل كده، اعرفي من العميله برضو، تكلمي مع العميله الاول. لقيتي كده لا، العميله دي تاجليها مثلا اسبوع 10 ايام، تغسل كل يوم بشامبو جونسون او كليل رزق الرجال، عشان تفتح معاكي المسام. او لو تقدري تخليها شهر وما تحطش زيوت نهائيا وتستخدم شامبو بس، ده هيبقى في صالحك وفي صالحها جدا. بصوا الشعريه وانا بكبس يا بنات، اللمعه عامله ازاي، الشعريه طريه كانه مغسول. النتيجة دي طبعا يا بنات من الشطف، يعني اللمعة اللي في الشعراية دي وانا بكبس من الشطف، ومن ان انا مش معليه درجة الحرارة قوي. لو تلاحظوا الجذور يا بنات انا ما بلعبش معاها خالص، الجذور لسه لونها زي ما هو محتفظ بلونه الاصلي، لان الشعرية اصلا كده كده مش مكسرة قوي، مش وحشة، هي بس هايشة قوي وضعيفة. فانا بنحاول نطبقها بطريقة ان احنا ما نأذيش الشعرية خالص. ده هنا يا بنات كنت خلاص خلصت الكوي، الكبس يعني، وسبت الشعر طبعا يرتاح شوية، وهاخد العميلة اغسل لها على الحوض بشامبو العناية، اللي هو شامبو زيرو صوديوم وزيرو سلفات. هنا كنت غسلت يا بنات، اول بننشف طبعا، انت بتغسلي العميلة بمية ساقعة او فترة، لو الدنيا ساقعة قوي ممكن تغسلها بمية فترة. انا كده بنشف العميلة، نشفت لها طبعا، طالما غسلت بمية ساقعة يبقى تنشفي بهواء بارد الاول، هوا بارد الاول مثلا لحد ما الشعر يوصل ل80%. ممكن تشغلي السخن المتوسط معاه بعد الهوا البارد مثلا دقيقتين كده، بحيث ان انت تنشفي الشعريه خالص، عشان يبان حلاوه الشعر ولمعان الشعر اللي انتوا شايفينه ده، ويبقى الشعريه طريه كده وما فيهاش اي مشكله. لازم العميلة يا بنات بعد ما تمشي من عندك لازم تستخدم شامبو زيرو صوديوم وزيرو سلفات، عشان الشامبو بينضف فروة الشعر وبينضف الشعرية جدا، وبيخلي الشعرية مزيتة ملزقة كأنك لسه عاملة. والبلسم بتفك بيه تشابك الشعر، وطبعا الكونديشنر اللي هو البلسم ما بنقربوش من الفروة خالص لأنه بيسبب تساقط. حمام الكريم ممكن نعمله كل 10 أيام كده، بحيث ان احنا نرطب الشعراية. في ناس كتير شعرها مش بيحب الشامبو، لو المادة مثلا فيها أحماض عالية أو الفورمال فيها كتير، دي بتبقى ناشفة. حمام الكريم ممكن تغسلي بيه بدل الشامبو، يعني تركين الشامبو ممكن تغسلي بيه مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين، وبعدين باقي الأيام تغسلي بحمام كريم أو ببلسم. والسيرم كدهان يومي، لأنه بيغلف الشعراية وبيخلي الشعراية دايما رطبة كده وحلوة وجميلة. دي كانت النتيجة يا بنات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون فدتكم. وعايزه ان شاء الله اعمل لكم لايفات على اليوتيوب، عشان اللي عنده اي سؤال ارد عليه لايف، ان شاء الله هعمل لكم ده. بس نطلع ان شاء الله من الموسم كده ونرتاح شويه من الشغل واعمل لكم ده باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ورمضان كريم عليكم،
ويا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزه اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس كده لو الفيديو عجبكم يعني. مع السلامه.